أنت تزعم حبه. ارض بما قسم الله لك. والله العظيم لا ينفع الحرام في الدنيا ولا في الآخرة. الولد أنا في نظره ماليش قيمة بسبب المعصية والعياذ بالله. لقمة الحرام والله ما لها طعم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا الذي حرمه القرآن كان أخف وطأ من الربا المعاصر. فصورة الربا الذي حرمه القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، آيات ترعب. وبعدين فأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله. وبعدين يمحق الله الربا. رعب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، ويقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الربا. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أي قرض بأي فايدة لأي سبب من أي حد لأي حد حرام. ضمانات القرض الربوي حرام. ان واحد راح يقترض من البنك وحد بيضمنه، اللي بيضمنه ده معين على الحرام فهو آثم. والله العظيم لا ينفع الحرام في الدنيا ولا في الآخرة. ابني انا موديه احسن مدرسه وكذا وكذا، وابني طالع فاشل من اكل الحرام. ابني بيمد ايده عليا. الولد انا في نظره ماليش قيمه بسبب المعصيه والعياذ بالله. نحن نصبر على الجوع ونصبر على الطعام وإن قل، لكننا لا نصبر على حر النار ولا نصبر على حر جهنم. يا إخوانا كفانا حراما إلا من رحم الله. كفانا أيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به. كفانا يعني احنا عمالين نقول يا رب ما فيش فايدة. ليه؟ لأن المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام، وعمالين نأكل أولادنا حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كفانا. الرجل الذي يقرض الناس يعطي هذا 1000 أو 2000، فإذا هي بعد سنة أو سنتين 6 أو 7 أو 8 هذا يقسم ظهور الناس ويذل الناس ويستعبد الناس ولا يؤمن برب الناس. حاطط فلوسه ببنك، اللي مقترض من بنك يخلص نفسه قبل رمضان، لأنك بتحارب ربنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. 6 أرملة قبضت قرشين أو ورثت قرشين، راجل أستاذ جامعي أو أي مسؤول أو متخصص موظف ومعاه قرشين، ما أقدرش أقول له حط القرشين في البيت، ما أقدرش أقول له يعني الشركات اللي ضربت ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللي يخشى أن يترك ماله مع أخيه ابن أمه وأبيه. طيب أنا لازم أضع له بديلا، بس مش بديل بالباطل ولا بديل بالحرام، لا ده بديل بالشرع. أضع له بديلا بكلام علمائنا المتخصصين في هذه الجوانب. فهذه البنوك الإسلامية بديل. في شبهات أنا لا أنكر هذه الشبهات، لكن من اضطر إلى ذلك فقد أعذر إلى الله عز وجل. اللقمة الحلال لها طعم جميل يا جماعة، والله العظيم أجمل حاجة إنك تاكل لقمة من حلال. لو كانت لقمة بمش، لو كانت لقمة بجبنة، لو لقمة بشوية فول، لو لقمة بملح، لو لقمة من غير حاجة، بس من حلال لها طعم. واللقمة الحرام والله ما لها طعم. أسأل الله أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض. يروح بها عن الدنيا بعيدا وما